السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أزول في اللون، راني جيتكم بفيديو جديد، وفيديو نهار اليوم راح يكون وصفة كيفاه تخدموا الايس كريم في الدار، لا كريم كريم غلاسي، كيفاه تخدموها في الدار سيرتو مع اليامات تاع الصيف هذا. يعني فكرة مليحة بزاف. تبعوا لا فيديو حتى لافان. اذا هنايا نبدا معاكم. هنايا راح نحتاجو الباتور ولا اشوار. انا ما عنديش باتور كما قلت لكم، ما لا نستعمل الاشوار باسكو يطلع لك كريم شونتيي، مالغري ما يطلعهاش كيما الباتور مي يطلعها. راح نحتاجو هنايا الى نصف لتر حليب. نصف لتر حليب لازم يكون بارد بزاف، يعني قبل ما تخدموا هكا حطوه شويه في الكونجيلاتور ومن بعد خرجوه وخدموا به. وراح نحتاجوا الى كاس ونص. هنا ما صورت لكمش النص الاخر كي زدتو. راح نحتاجوا الى كاس ونص كريم شونتيي. واذا كانت لا كريم شونتيي تاعكم مشي مليحه بزاف تقدروا تزيدوا. وهنايا نحتاجوا الى مغرف كبيره ونص لحظه بودره الحليب، ونطلعوا الكل مع بعض حتى تحصلوا على كريمه ما جاريه بزاف ما ثقيله بزاف. يعني كما راكم تشوفوا انا هنا لو كان خلط بالباتور راح تجيني موسوز اكثر من هكا، مي حتى هكا تخرج لكم نورمال باسكو خلطتها بالاشواط. اذا هنا انايا راح نجيب بورتمونجي ولا اي بواط عندكم، نقسم الكميه الى نصفين باسكو راح نخدم دوغو. يعني لي غو نتوما ولو شوا تاعكم، تبغوا 3 غو تبغوا كيما تبغوا. انا غير نوريلكم الطريقه اللي تخرجوا منها لي غو بزاف. انا هنايا درت لو غو شوكولا مع فريز. اذا هنايا باش يجيكم لو غو شوكولا راح نحتاجو الى علبتان دانيت، يعني ياغورت يكون تاع شوكولا، كريم ديسير تاع شوكولا. المهم لو غو تاع شوكولا تقدروا ديروا من بالكاكاو. انا هنايا درت 2 علب كريم ديسير شوكو. خلطوا بيان ونديروا الخليط تاعنا في اون بواط تكون هكا تاع بلاستيك، ومن بعد نروحوا للدوزيام غو. العلبة الثانية ولا الكمية الثانية رايحة نخدم لو غو فريز. اذا هنا باش نخرج لو غو هذاك تاع الفريز راح نحتاجو الى ياغورت بذوق الفراولة اللي هي ياغو. من الاحسن تستعملوا ياغو هذاك تاع القرعة، يعني لو غو تاعو قوي بزاف و كي شغل راكم تاكلوا في الفراز. وكاين ثاني تقدروا تخلطوا معاه الفاكهه تاشيوها مع الكريمه تاعنا. بعد ما كملت مباشره لي بواط هذوك نبلعهم بيان كيما هكا، لازم يدخلهمش الهواء، ونحطوهم في الكونجيلاتور ولا في الفريغو لمده 6 ساعات. يعني 6 ساعات يكون جاهز التقديم. انا هنا اذا راني قلعته من الكونجيلاتور بعد ما فاتوا 6 سوايع. نوريكم النتيجه تاع لا كريم غلاسي تاعنا. ها هي النتيجه فريمون كي تذوقوه يعني غو كيما خير من تاع برا.
وانا تبان لي من الاحسن حاجه تخدموها في الدار قدامكم تشوفوها عارفين شدرتو فيها نقيه، خير من اللي هكا تروحوا تشرو ولا سيرتو كي تكون عائله كبيره. كي تكون عائله كبيره من الاحسن تخدموا في الدار هاد الصوالح. اذا هنايا شوفوا معايا طريقتي لتزيين لكوب التوعي. اذا كانت هذه الطريقه تاعنا، وكانت هذه لا فيديو تاعنا. اذا نتمنى تكون عجبتكم لا فيديو وعجبتكم الوصفه، جربوها وما راحش تندموا. ونقول لكم الى فيديو اخر ان شاء الله اذا حيانا ربي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وما تنسوش تدعموني بلي جام ولي كومونتير تاعكم يفرحوني بزاف. والسلام.